اهلا بيكم معايا وفيديو النهارده انا حابه اتكلم فيه عن الاهتمام بجسمنا والرجيم و... واحنا في اواخر السنه عاده بيبقى عندنا زي اهداف. من ضمن الاهداف ان الناس المليانه تعمل رجيم لنفسها. انا الصراحه عمري ما كنت بعاني من ان انا وزني زايد، بالعكس كنت بعاني من الناحيه التانية. لكن لما كملت سن ال50 سنة بدأ يجيلي كوليسترول، وبدأت إن أنا أعمل نظام غذائي جديد، صيام متقطع كمان. يعني قصدي اقول ان نظام الاكل او الرجيم هو بس مش خاص بالناس المليانه، لا كمان الناس حتى لو رفيعه، الاكل لو ما كانش اساسا كويس وكان هيلسي وصحي، برضو هيجيلنا امراض او هنعاني زي الناس المليانه بالظبط. انا حابه يا جماعه ان احنا انا حد ملتزم جدا جدا عموما باي حاجه هقولها على نفسي. انا حد شديد، ويمكن هي دي النقطه اللي انا في حياتي كلها بحاول ان انا اعالجها، ان انا اكون رحيمه بنفسي وان انا اكون رقيقه مع نفسي. لكن انا في قصه الالتزام لا، انا ملتزمه جدا يعني. فانا ما عنديش يعني مشكله في الالتزام. لكن انا امبارح جالي تليفون الصراحه من واحده صاحبتي، هي برضو رفيعه بس عندها مشاكل صحيه. وبدأنا نحكي مع بعضينا وكده. هو فالفيديو ده مستلهم من المكالمة بتاعتنا امبارح. أول حاجة، علشان أخس لازم أعرف أنا بخس ليه. يعني أنا عاوزة أعمل سيستم، نظام غذائي ليه. هل أنا عايزة أعمله علشان شكلي يبقى حلو؟ هل أنا عايزة أعمله عشان في حد بيعايرني بشكلي إن أنا تخينة؟ هل في حد أو عايزة مثلا منصب معين أو حاجة معينة بتتطلب إن الجسم يكون سمباتيك، مثلا زي الممثلات، زي حاجات كده. هو لازم أحدد أنا عايزة أخس ليه. عادة الأهداف لما بتكون قوية الاستمرارية كمان بتكون قوية. دي حاجة. فأنا هجيب ورقة وقلم وأبدأ أكتب أنا عايزة أخس ليه. لو مش عايزة أخس علشان حبي لذاتي، مش هيحصل استمرارية للأسف. يعني من ضمن الحاجات اللي احنا بنستمر فيها على نظام غذائي هو ان احنا بنحب نفسنا. وعشان احب نفسي اساسا لازم اعرف انا ليه بروح للاكل ده، خاصة لما اكون مليانة. ليه انا همي الوحيد هو الاكل؟ ليه انا عايزة استخبى في وزن زائد؟ لان معظم الناس اللي عندها وزن زائد هي عندها مشاكل نفسية عميقة بتستخبى ورا متعة الاكل، او الوزن الزايد، عايزه تخبي نفسها، مش عايزه تظهر للناس او مش عايزه تواجه حاجات معينه في شخصيتها، فعايزه تستخبى ورا الوزن الكبير. فانا لازم يعني اشتغل نفسي مع ان انا اعمل رجيم. لان انا لو بس مظهري هو اللي هاممني، لا انا مش هكمل في الرجيم ده. او لو الحاجه اللي انا بعمل لها رجيم يعني مثلا عايزه البس فستان فرح مثلا، يوم فرحي ابقى رفيعه او حلوه مثلا او كده اهو، خلاص بعد المناسبه دي برجع تاني ريما لعادتها القديمه. والستات عندهم، بالذات الستات عندهم تغيرات كتيرة جدا في جسمهم. يعني من وانتي شابة، من وانتي بعد كده هو يعني بتتجوزي، بتحملي، بترضعي، لا ده انقطاع البيريود، حاجات كتيرة بتأثر فينا. فاحنا عاوزين نبدأ نثقف نفسنا شوية. احنا في انهي مرحلة، نثقف نفسنا، نفسيتنا شكلها ايه، وبورقه وقلم يا جماعه بنكتب. يعني احنا طول الوقت اساسا الورقه والقلم. انا الصراحه ما كنتش معتمده الورقه والقلم زمان كتير، لكن انا اكتشفت ان انا لما بكتب الحاجات اللي انا عايزاها، لما بكتب اي حاجه انا عايزاها، حتى الفيديوهات اللي انا بعملها دلوقتي انا لازم قبلها اقعد اكتبها كده هو، واطلع وافرغ وافرغ وافرغ. فلما بعمل الفيديو انا اوريدي كاتباه قبل كده هو، فبحس ان انا هديت.
يعني حتى ممكن هتلاقوا حماسي في تنزيل الفيديوهات قل السبب لان انا ما عدتش محملة زي الأول، مش طاقة حماس، لا الحماس لسه موجود، لكن الطاقة اللي كانت ملياني، اللي كانت مأججاني، الكلام اللي كنت عايزة أقوله أنا بدأت أكتبه وبدأت أقوله، فالقصة هديت شوية عندي وبقيت حاسة إن أنا ريلاكس جدا. نرجع تاني واقول انا واحده ست مثلا جالي كوليسترول، انا عرفت منين ان انا لازم اعمل النظام الغذائي؟ لان جالي كوليسترول. اوكي، فاذا كمان الامراض اللي بتجيلنا هي بتعرفنا او بتدينا علامه اللي هو يلا نبدا، لازم نبدا نشتغل. احيانا بيبقى فيه اعراض خفيفه جدا، واحيانا بيبقى فيها اعراض خطيره جدا زي مثلا السرطانات والحاجات دي كلها، لا لازم هلتزم بحاجات معينه وهعمل حاجات معينه. فانا بقول من دلوقتي ليه يا جماعه لما يجي لنا مؤشر في تحاليل بنعملها ولا حاجات بنعملها واكتشفنا حاجه، ليه ما نبداش من بدري بدري ان احنا نعالج نفسنا؟ المرض يا جماعة خاصة عندنا هنا في مصر هو يعتبر رفاهية، لأن أنت أول حاجة لا هتلاقي دكاترة، يعني الدكاترة يعني الكويسين ما هماش كتار قوي قوي قوي. تاني حاجة الفيزيتا بتاعتهم غالية جدا. تاني حاجة الأدوية غالية غالية غالية. رابع حاجة أنا الصراحة من الناس اللي هي ما بتؤمنش قوي بالطب الغربي، أنا بؤمن إن الإنسان وحدة على بعضها، ولو في حاجة أنا بشتكي منها دي أكيد جاية من حتة تانية، ولو أكتر من حتة في جسمي اشتكت معنى كده هو إن السيستم كله بتاعي فيه حاجة غلط، فلازم إن أنا أبدأ إن أنا أعالجه. أهم حاجة يا جماعة هي النفسية، لازم أتعرف على نفسيتي، لازم أبدأ أتعرف على نفسي، وزي ما قلت لكم بالورقة والقلم أبدأ أكتب. طيب أنا أول حاجة بعملها طبعا عشان أتعرف على نفسيتي وكل ده محتاج وقت كبير جدا. لو عندي مرض أو كده هو فأنا لازم أشتغل مع إن أنا أشتغل على نفسي، يعني أنا هعمل يعني الاتنين مع بعضيهم بالتوازي. فأنا مثلا هبدأ إن أنا أشوف نمط حياتي إيه، يعني انا باكل ازاي، باكل امتى، ايه الحاجات اللي انا بحبها قوي، ايه الحاجات الغلط. يعني الفيديوهات دلوقتي ما شاء الله شغاله في حاجات معينة كده هو بسم الله الرحمن الرحيم هي غلط، زي مثلا السكر، زي الدقيق المكرر كمان، زي الزيوت المهدرجة، كل الحاجات دي كلها معروفة ان هي غلط. طيب انا بشوف كمان الميزانيه بتاعتي، يعني انا لما بروح عند دكتور تغذيه، وعاده الناس بتروح لدكاتره فبتقول لك خلاص انا عملت اللي عليا اهو، انا رحت للدكتور، وكأن الدكتور هو اللي هيعمل زرار كده جلا جلا انا هبقى يعني ايه رفيعه، وكأني كمان عايزه احمل مسؤوليتي لحد. يعني انا هو عملت اللي عليا اهو، صرفت فلوسي، ده انا ما كانش معايا الفلوس والله ورحت للدكتور مخصوص علشان اعالج نفسي، يبقى انا عملت اللي عليا. لا يا جماعه، ده بيبقى نوع من انواع الهروب. انا بروح لدكتور، وانا عن نفسي صراحه ما بروحش لدكاتره، انا اليوتيوب مليان فيديوهات بالعبيط، ناس كتيرة جدا أجانب مصريين، حتى الفيديوهات دلوقتي الأجنبية يا جماعة انتوا ممكن تعملوا لها ترجمة بالعربي فبرضه هتعرفوا بالظبط هم قايلين ايه. من كتر ما انت بتسمع فيديوهات كتيرة وبتعرف حاجات كتيرة بيبقى قدامك كده زي خطوط عريضة، ايه اللي انت المفروض تاكله، ايه اللي انت مش مفروض تاكله. يعني مثلا انا حسيت مثلا ان انا بشبع لما باكل دهون وباكل بروتين. فالدهون عندي بحاول ان انا هي تبقى دهون صحيه، سمنه بلدي، انا اللي بعملها بايديا، يعني انا اللي بجيب الزبده وبسيحها بايديا، ما بجيبش العلب اللي من بره دي من السوبر ماركت اللي ما اعرفش هي ايه بالظبط. انا اللي بحاول ان انا اجيب من مصدر كويس زيت زيتون. الجبنه القريش بقت صديقه جدا ليا. بحاول ان انا مثلا اجيب العظم واعمله اللي هو الشوربه بتاعت العظم دي مفيده جدا، بتكون طبقه كده من الدهون، احيانا بطبخ بيها. والعظم ما هواش غالي، يعني انا لو الناس مثلا عندها السمنه البلدي غاليه او زيت الزيتون انا ممكن اجيب العظم ده، في جزارين على فكره بيدوا العظم ده ببلاش يعني كده هو. يعني انا مره رحت الجزار ما بجيبش من عنده لان الجزار بتاعي كل ما اروح له يقول لي طب تعالي لي بالليل، طب تعالي لي مش عارفه امتى، فرحت الجزار تاني كان في السكه، يعني قلت له انا عايزه عظم،
فقلت له بكام؟ قال لي لا خلاص ما ولا حاجه. قلت له بس انا مش شاريه منك لحمه وعايزه اجي اكتر من مره. قال لي تعالي يا ستي العظم عندنا كتير. ففي ناس بتديه ببلاش، مش ولو حتى دفعت فيه يعني هتبقى حاجه مش كبيره قوي. بتحطه على النار، بتحط عليه ميه المنكهات بتاعتك اللي انت بتحبها، وتسيبه على نار هاديه 9 ساعات على نار واطيه جدا او اكتر مثلا، على كل واحد على حسب وقته. وتبدا ان انت تعبيه في برطمانات صغيره وتحطه في الفريزر وتطلعه وتبدا ان انت تطبخ بيه. ان انت تاكل اكل صحي يعني لازم تخطط له برضو بالورقه والقلم. يعني مثلا انا مثلا ست بشتغل، لو انا ست بشتغل انا ببدا ان انا اشوف انا محتاجه الاسبوع ده هاكل ايه. يعني مثلا هاكل لحمه، هاكل كبده، هاكل فراخ، هاكل سمك. انا مثلا من الناس اللي هي ما بتحبش تقعد تنظف كتير في اللحوم. يعني انا بحب دايما الحاجات اللي هي الفيليه. يعني انا بحب السمك الفيليه، بحب الفراخ الفيليه، بحب يعني الحاجات اللي هي اوريدي يعني سهله ان انت تعملها. بنكهها باي نكهه عندي سريعه، وبحط خضار بقطعه واحطه في الفرن مثلا. او لو انا مش ما عنديش وقت ان انا احطه في الفرن كل ده، بسلقه على البخار وبعدين اكمل تحميصته في الفرن. جنبيه مثلا انا بحب السلطه جدا، والسلطه الخضراء مش لكل الناس يا جماعه. يعني يعني انا عرفت مثلا ان فصيله الدم او مثلا هم بيحبوا جدا اللحوم، هو الانسان البدائي. ف فده ما ينفعش ان هو ياكل خضار كتير، خاصه لو خضار ني. انا مثلا فصيله دمي ايه بوزيتيف، فانا ليا ان انا اكل خضار كتير. انا طول عمري فعلا بحب السلطه جدا جدا. بكمل بخضار بسلطه. طب انا مثلا لو في الشتاء يستحسن ان الخضار يتسلق. فانا مثلا اتعلمت في الصين ان هما بيجيبوا الشوربه، اي شوربه بقى، ويقوموا حاطين فيها كل ما لذ وطاب، اشي مشروم، اشي لحمه مسلوقه تحطها تفتفتها، اشي خضار. يعني انا امبارح متغديه كده، هو كنت بره وجيت من بره، عندي حب يعني فاصوليا خضراء، جبت حبه على جزرايه على مش عارفه بطاطسايه، حته لحمه يعني كبيره كده حلوه مسلوقه كانت قطعتها. يعني وتاكلهم كده. هو طب ما شبعتش مثلا، هنكمل بحبه ناتس، حبه مكسرات. ومش باخد يعني يا جماعه مكسرات، مش باخد بالكومه، انا باخد لي كام واحده يعني. فهو الاكل مش يعني غالي، بس يعني قصدي اقول ان ما الاكل التاني برضو غالي. انت لما تقلي وكل الحاجات دي كلها برضو هتلاقي ان انت بتاكل، يعني الاكل برضو غالي. الاكل الصحي عايز تفكير، يعني انا افكر، ابدا ان انا العب كده بالمكونات والعب بالحاجه. مثلا بيقولوا البطاطا احلى من البطاطس، طب ما احط بطاطا، انا بحطها كلها في الخضار. انا بعمل شوربه عدس رائعه بالبطاطا، بتدي كده ملمس كريمي للشوربه. الشوربات ممكن نشربها على فكره الصبحيه، يعني مش لازم بس في الغدا زي ما احنا خدنا، لا، تشرب لك طبق شوربه حلو كده هو. وبعد كده هو مثلا تعمل لك بيضتين. ناخد حتة عيش صغيرة جدا. مش لازم برضو كمان في الرجيم ان احنا نبدأ لا اما اعمل كله لا اما ما اعملش حاجة خالص، لا. يعني انا مثلا يعني كنت باكل مثلا في الفطار رغيف رغيفين مثلا، هبدا اقلل شويه بشويه، ابدا مثلا رغيفين الا ربع، رغيف ونص، هبدا رغيف. خاصة لو كان لسه عندي الإمكانية إن أنا أتدرج، يعني ما عنديش مرض خطير اللي هو ملزمني بحاجة صارمة، فأبدأ أتدرج في الحاجة. أم، الناس اللي هي عندها ثروة كبيرة، الناس اللي هي عندها أي حاجة أنتوا شايفينها إن هي عظيمة، هي ما بدأتش يا جماعة عظيمة في بيوم وليلة، لأ. هي بتبدأ العملية كلها تراكمية. يعني أنا بأراكم العادة دي بعملها، وأبدأ كل يوم كل يوم. وإياكم تفتكروا إن إحنا لما بنعمل نظام غذائي إن إحنا ما بنخترقوش، لأ عادي. يعني لو في مناسبة مثلا أو كده هو وناس جابت بسكوت وأنا مش باكله قوي، ماكله خلاص، هي مراية. يعني أنا مثلا ما بشربش نسكافيه بالليل، لكن مثلا لو جت مناسبة وشربت فيها مثلا نسكافيه مش بيج ايشو. يعني مش لازم الواحد لا إما يعمل لا إما ما يعملش، لا. دي يعني أنا بعمل على قد ما بقدر. وبيقول لك ايه، نص العمى ولا العمى كله. اللوم كمان ان انا اقعد الوم نفسي، وكاني انا واخد مثلا عهد على نفسي ان انا لازم اعمل النظام ده، فلما باجي اخترق النظام ده كاني خنت نفسي، وابدا بقى خلاص انا لا، انا مش عارفه كذا، انا وحش، انا بتاع، انا مش هعمل رجيم. لا يا جماعه، انا يعني
احنا يعني بالراحة على نفسنا كده، هو احنا بنحاول. والحاجة اللي انت كونتها، عاداتك اللي انت كونتها في سنين عمرك كلها، وعادة احنا مثلا بنيجي نشتكي من الحاجات دي مثلا سن مثلا 30 40 50. فمش معقولة كل السن اللي انت كنت بتعمل فيه حاجات انت ما تعرفش ان هي غلط او عادات معينة. ما ينفعش ان انا مرة واحدة اجي اقطع ومرة واحدة هبقى بيرفكت وماشية على النظام. لا، زي ما بوظت في سنين كبيرة، انا برضو هبدأ ان انا اعالج في وقت، مش سنين بس، هبدأ برضو اعالج في وقت. فلازم ده برضو ناخده في الاعتبار. تاني حاجة، دكاترة الرجيم اللي هي احنا بنروح لها او كده، انا صراحة عمري ما رحت يعني، بس كنت بسمع على الحاجات دي من اصحابي. هم بيدوك نظام ممكن ما يكونش ماشي على سيستم حياتك ولا نظام حياتك. فانت برضو لازم انت يعني تفلتر الحاجه. وهو الدكتور الرجيم مش هيقعد بقى معاك وتقول له اصل انا بروح الشغل مش عارفه الساعه كذا، اصل انا لا لا، هو مش هيسمع كل الحاجات دي كلها. هو يقول لك هو ده النظام، انت عايز تخس لازم تعمل ده. فانت اللي عارف ظروفك، وانت اللي عارف دنيتك شكلها ايه. فانت اللي هتبدا تشوف. انا مثلا بشتغل طول النهار في المكتب، الناس بتجيب سندوتشات معاها، طب انا ايه ممكن اكله سريع وفي نفس الوقت يعني اكله يشبعني لغايه ما اروح البيت. يعني فاهمين؟ يعني انا مثلا انا ممكن اخد معايا مج شوربه، يعني شوربه عدس مثلا. انا لما بكون مثلا بالليل جعانه او عايزه اشرب نسكافيه او اي حاجه، انا ممكن اجيب اخفف خالص شوربه العدس واحط لها ليمون زي الحلبسه والحاجات دي كلها، ومشروب شتوي. تاني حاجه، معدل الرجيم بتاعنا في الصيف غير في الشتاء. يعني الشتاء بيبقى عايز ان انت تاكل اكتر شويه، عايز تاكل لحوم اكتر، حاجات حيوانيه اكتر، دهون اكتر. فما ينفعش ان انا في الشتاء هحقق نفس الانجاز بتاع الصيف. لا، برضو لازم نشوف الصيف من الشتاء. يعني ما هياش يا جماعة، احنا مش قوالب صامتة السيستم ده يمشي على كل الناس. يعني انا زي ما قلت لكم، انا حد في السيستم ماليش مثيل، غيري لا. فلازم اشوف نفسيتي، لازم اشوف يومي شكله ايه، لازم اشوف ميزانيتي شكلها ايه، الوقت بتاعي ان انا احضر الاكل. حد ما بيحبش يطبخ، ابدا افتكر اشوف كده افكار. يعني مثلا انت لو طليت على بنترست مثلا، الاب ده رائع، بيبقى فيه كده هو اكلات كده سريعه، حاجات تتحط في الفرن، حاجات تتحط فوق، بيبقى فيه حاجات كتيره جدا انت ممكن تلعب بيها. ف يعني مثلا الصبحيه مثلا، بدل ما اعمل البيض المقلي ولا البيض الاومليت اللي انا باكله، لا حبيت ان انا اعمل حاجه حلوه. عندي موز، فقمت هرست موزية، مش عارفة حطيت لها معلقتين شوفان، وهي بقى منها فيها سكرها، يعني منها فيها، ومحبة جوز هند، مش عارفة ممكن احط زبيب لو انا حابة، واضربهم بفانيليا وقرفة، واعمله زي بانكيك كده. هو تحفة، كان طعمه حلو قوي وتجديد. فاحنا ممكن نقعد يعني نبتكر حاجات كتيره. ممكن ان احنا طول زي ما قلت لكم في الاسبوع بنشوف احنا عايزين نجيب طلبات ايه. انا ما عنديش وقت ان انا مثلا اروح السوق ان انا اجيب طلبات، طب انا هجيب طلب كل يوم وانا مروحه عشان ما اشيلش مثلا حاجات تقيله. آم، حاولوا ان انتوا زي ما قلت لكم ان انتوا تشوفوا ظروفكم ايه، وتبداوا ان انتوا تشتغلوا على الظروف دي. بلاش يا جماعه ان احنا نوصل لمرحله ان احنا لازم نقطع حته من معدتنا. يعني انا بشوف ان دي حاجه قاسيه جدا جدا على الجسم، حاجه very aggressive. انا مش عايزه احكم على الناس اللي عملت العمليه دي، كل واحد ادرى بظروفه، انا ما اتحطيتش في الظروف دي علشان احكم. لكن انا بقول لو في حاجات رحيمه على الانسان، بلاش ان احنا نقطع في جسمنا. هو مش قماش انا قاعده عماله اقطع فيه عشان تفصيله معينه. اذا ما كنتش بحب نفسي اساسا مش هقدر استمر على الرجيم. لازم نبتدي ان احنا نحب نفسنا، مش اي اكل وخلاص، مش اي شرب وخلاص. الاكل النظيف يا جماعه، يعني انتوا لما تاكلوا اكل نظيف هتبداوا تشوفوا، لما تيجي تاكلوا اكل مش نظيف زي اللي انتوا بتعملوه هتبداوا تحسوا بالطعم. يعني هتبداوا تفرقوا وتعرفوا ان انتوا مش اي حاجه. انا لما بشوف حد مليان في الوزن، لما بشوف حد مهمل في نفسه، لما بشوف حد عنده امراض مزمنه عاليه جدا جدا جدا، انا ببقى حاسه ان في حاجه غلط عند الانسان ده، وفي يعني حاجه مش مظبوطه في حب الذات. آم، النفسية مهمة جدا ان احنا نشتغل عليها. يعني مثلا الكوليسترول، انا عرفت ان كأن حيوية الحياة مش ماشية جواك، لان الدم مش ماشي يعني بنفس الحيوية جواك. فابدا اشوف ما انت ليه حيويتك قلت، ليه حماسك للحياة قل. ابدا اشوف انا ايه اللي بيحمسني، وابدا بحاجات صغيرة زي ما قلت لكم، وبتبدا دي بتراكمية معينة.
ده كان فيديو النهارده، ارجو ان هو يعني يفيدكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ودمتم اصحاء. باي باي.